السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الأشقاء جزائريين. أنا من الجزائر. أي مرحبا بكم في الله تونس. يسلمك إن شاء الله. منين من الجزائر؟ من ولاية باتنا. باتنا، تحية لباتنا وسكان باتنا وللمناطق الجزائرية الكل. طبعا من باتنا زاد. الله يعيشك من باتنا. إيه. أنا عمي ولا تكرتي أنا عمي جيران. جيران. جيران وي. بالضبط من بلدية الجزار. بلدية الجزار. بلدية الجزار ولاية باتنا. مرحبا بكم يا سيدي. به سؤالي ليكم، أنتم أول مرة ساعة تجوا لتونس ولا لا؟ لا أنا جيت واحد 5 خطرات 6. صاحبي أول خطرة. ما شاء الله. صاحبك أول خطرة، باش نركزوا معاه شوي. معليش. أنت توا جيت قلت لي 5 6 مرات، أكيد عندك فكرة كبيرة على تونس. عندي فكرة. باش نشوفوا انطباع جزائري لأول مرة على تونس بكل صراحة، سلبيات وإيجابيات اللي لاحظت. والله واش نقول لك خويا العزيز، هنا في تونس ما لقيت حتى سلبيات، لقيت مع هذا الايجابيات يعني ما شاء الله. الحمد لله. جينا عندنا 4 ايام واليوم رانا في النهار الخامس. فتنا لسوسه فوتنا فيها يومين، ويومين في الحمامات، ويومين هنا في تونس العاصمه. يعني ما شاء الله من نواحي اكل. يعني قسمت الفاكونس في 3 بارتي، سوسه، الحمامات، تونس. مع سوسه والحمامات برمي لي ميور سيكتور توريستيك في تونس راهو. كأكل في تونس لقيت مشكل في الأكل، سيرتو يعني نفس تقريبا متشابه الأكل الجزائري والتونسي، أو عادي معناها ما لقيتش قلق في الناحية هذه؟ والله شوف، الشعب التونسي والشعب الجزائري نفس العادات، نفس التقاليد، نفس الأطباق، نفس المأكولات، كيما في الجزائر كيما هنا في تونس. كلش كيف كيف. كلش كيف كيف. ما على حتى مشكل يعني، الحمد لله يا ربي. في الماكله، في لي زوتيل، في كل شيء، في كل شيء. اكثر اكله يمكن عجبتك في تونس شنو؟ الحوت، عجبني الحوت بزاف. وعجبني الكسكسي التونسي. ما شاء الله، صحه وبالشفاء. الله يسلمك. باهي خويا الغالي، الله يسلمك. قلت لي جيت بامال دو فوا لتونس. شحال من خطرة. اي مرحبا بك يا خويا. تفكر انك تعاود تجي لتونس معناها باستمرار؟ تونس بلادي يعني كما يقولوا الجزائر وتونس خوا. جزائريين وتونس نفس الاجناس، نفس الهضره، ما كانش اختلاف. خلاص انا تونس كي نجي هنا نريح، بالعكس كانني في بلادي في الجزائر. اكيد. يعني شعب مضياف ما شاء الله، يعني زرتها وشحال من خطره، ناس يعني في القمه ما شاء الله، يعني تربيه، اخلاق، يعني وش نقول لك، يعني شعب واحد. شعب واحد. ثم توانسه زاد يمشوا للجزائر. وعندنا الجزائريين يجوا لتونس، يظهر لي زيارات متبادله سواء تجاريه او سياحيه او الى غير ذلك. ترى انت اليوم انه السفر بين الدولتين هذوما اللي هما اشقاء بجواز سفر معقول؟ هذه يعني حكيت عنها البارح مع اخ صحافي هنا، يعني والله نتمنى من السلطات الجزائرية والتونسية يعني نحيو جواز السفر هذا خلاص بين البلدين، بطاقة تعريف وصاي. يعني مش كما انت، لا الدول الأوروبية ما فاتتنا بحتى شيء، وإحنا خاوة وإسلام ودين واحد وثقافات واحدة، ونتمنى المغرب العربي كامل، من المغرب لتونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، ونولي وان شاء الله هكذا ربي يبارك في التجاره، في امور هكذا، يعني ثقافات، عادات، كلش نفس العقليه، مناطق. نحن سكان شمال افريقيا بالحق، لان تقريبا نفس العادات، نفس التقاليد. يلزمنا نكونوا لحمه واحده باش نجموا نجابهوا هالتقلبات في العالم هذايا، وهالمنافسات الكبيره وهالازمات الاقتصاديه. يظهر لي يد واحده ما تصفقش بالمثل التونسي. هل آن الاوان اليوم انه يتحدوا الدول شمال افريقيا، انهم يكونوا موحدين في قراراتهم السياسية الاقتصادية، في يمكن حتى في توحيد عملة واحدة؟ لما لا؟ علاش ما نحذوش نحو كما أوروبا، الاتحاد الأوروبي؟ علاش ناخذوا من أوروبا إلا السلبيات؟ علاش ما ناخذوش منهم الحاجات الإيجابية اللي تطور المنطقة نتاعنا؟ هنا في نفس الواقع درك انا نعيشوا فيه. الحروب هذه اللي تصرف في العالم، وهذه الازمات نتاع الامراض هذه نتاع كورونا وذيك، يعني لازم الاتحاد. يقول لك الاتحاد، في الاتحاد قوه. كون جينا متحدين يعني هكذا مع بعضنا، وذيك راه عمله واحده، قرار واحد، شعب واحد، حتى الدول الاجنبيه والدول العظمى يعني تولي ديرنا حساب كما نقولوا احنا، تولي يعني هكذا، تولي تقدرنا، تولي عندنا كلمه مسموعه.
احنا يعني الجزائريين والتوانسه مثال التونسيين يحتاجوا من الجزائر اي شيء يلقوه في تونس، يحتاجوا التونسيين في الجزائر حوايج يلقوهم يعني مكملين لبعضهم. وهذه عموما يقول لك يعني الايمان سبحان الله، احنا دول مسلمه وماذا بينا نتحدوا، والمسلم اخو المسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم اخو المسلم. هذه يعني وش نقول لك، ربي يحفظ ان شاء الله البلدان المغرب العربي وبلدان العرب الكامل، بلدان المسلمين ان شاء الله. امين. هذه نطلب من الدول العربيه بصفه خاصه والدول الافريقيه بصفه عامه، يعني ان يكون اتحاد عربي قوي ويكون اتحاد افريقي قوي، ونديروا كما يقولوا اتحاد قوي باش الدول العربيه والدول الافريقيه ترفع راسها، ونديروا كما راهم دايرين مثلا الدول الاوروبيه، الاتحاد الاوروبي، الدول الاوروبيه، باش ان شاء الله الدول تاعنا تتنمى وتقوى اكثر واكثر. وخاصة انه في الاتحاد نطلبوا التسهيلات في يعني للشعوب العربية والإفريقية، تسهيلات في العبور ما بين الدول، والتسهيلات ثاني في المعاملات التجارية والسياحية وما تبع ذلك. تسهيل كل خدمات اللي تكون في مصلحة الوطن ومصلحة المواطن اللي يسكن في شمال افريقيا. هل آن الأوان اليوم انه دول شمال افريقيا انها تخرج من السيطرة الفرنسية والاستعمار الفرنسي اللي خرب هالمناطق هذه واللي توغل وقاعد يستغل في الثروات وقاعد يقوي في اقتصاده على حساب الشعوب العربية هذه، خاصة شعوب افريقيا. اليوم آن الأوان ربما الجزائر خذت خطوة عن طريق الرئيس عبد المجيد تبون في أخذ قرارات حاسمة ويشكر عليها، أنه بلغة أخرى أعطى لفرنسا كودي بي، يعني قاعد يمشي في منهج صحيح. وبزاف دول أوروبية سيرتو أكيد سيرتو فرنسا رجولية، يعني عبد المجيد تبون رئيس الدولة، دولتنا الدولة الجزائرية، خذا قرارات سياسية خارجية قوية وقوية جدا جدا وشجاعة تجاه دول أوروبية، وبالأخص فرنسا. فرنسا هي عدو الماضي والحاضر والمستقبل. نشكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على القرارات السياسية القوية اللي خذاها مع الدول، عدة دول أوروبية، وكذلك في نفس الوقت خذا قرارات سياسية خارجية تجاه دول عربية وتجاه دول إفريقية، طبعا إيجابية، قرارات إيجابية تجاه هذه الدول، والحمد لله. ذكا الشعب الجزائري راهو يمشي لليبيا، يمشي لتونس، يمشي لمصر، يمشي لعدة دول، يمشي لقطر، يمشي الإمارات، يمشي لعدة دول إفريقية وعربية بكل سهولة، ما بقاتش كما بكري. الحمد لله. الحمد لله. هل يمكن أن نراو مستقبلا دول عربية أخرى حذو قرارات رئيس تبون، مثلا تونس أنها تأخذ قرارات مماثلة؟ هل كما طرحت سؤال آن الأوان لاستئصال الورم الفرنسي من المجتمع الأفريقي هذايا، خاصة الثروات المنهوبة من دول أفريقيا كما مالي وغير ذلك، نهب ثروات، نهب الذهب. فرنسا لها أكبر مخزون ذهب في العالم، والكل ثروات من أراضي إفريقية. يعني اليوم يلزم الثروات هذه ينتفع بها المواطن الأفريقي بدلا من المواطن الفرنسي أو الغربي أو الأوروبي. إن شاء الله نتمنى أنه الدول العربية كما قلت لك والدول الإفريقية يديروا اتحاد إفريقي واتحاد عربي قوي، ويكونوا متماسكين وياخذوا قرارات أنهم يتحروا من هذه السيطرة الأوروبية، ونتحروا إن شاء الله ونعودوا دول سيادية في قراراتها، في سياستها الخارجية أو الداخلية كذلك، ونتمناه إن شاء الله اتحاد عربي وإفريقي قوي قوي قوي. مشكورين شيخ. يعني إضافة باك، عبد المجيد تبون قال كلمة شهيرة، قال لي مس تونس مس الجزائر. أكيد، وأنا بدي يعني بكل ارتياحية، ويعني احنا توانسة بالنسبة لنا
اخوه يعني عظيمه، تونس اخوه والجزائر دولة واحدة. دوله واحده، وساقيه سيدي يوسف تشهد هذيك دماء الشهداء اللي اختلطت هذه. وتحية الجزائر وتحية تونس ديما ديما. مشكورين. على ذكر ما قاله الرئيس تبون انه اللي يمس تونس يمس الجزائر واللي يمس الجزائر يمس تونس، هذا كما قلت انت ياكد العلاقه الوطيده بين الدولتين. وانا نتاكد لو لا قدر الله صارت اي مشكله الجزائر والشعب التونسي باش يكون بالمرصاد، ونفس الشيء لو صارت اي مشكله لتونس الجزائر وشعبها باش يكونوا بالمرصاد. يعني يظهر لي شعبين ابار ان مجاورين بيناتنا نسب، عندنا توانسه متزوجين من جزائريات وجزائريين متزوجين من تونسيات، يعني اصبحنا يظهر لي وطن واحد عائله واحده، واللي يمسكم يمسنا واللي يمسنا يمسكم اكيد. شوف اخي، بالنسبه للعلاقات يعني كما نقولوا احنا السياسيه بين الدولتين علاقات وطيده، يعني من عهد بورقيبه ورواحيه علاقات ما شاء الله، يعني ما شفناش حتى استنكار ولو جزء يعني بين تونس والجزائر. بالنسبه للشعوب يعني احنا مع بعضنا يعني اكثر من الاخوه، اكثر من ذي شعوب يعني نفس العادات نفس التقاليد نفس يعني كما قلت لك الرئيس عبد المجيد تبون، تونس قطعه من الجزائر والجزائر قطعه من تونس، واحنا اخوه ان شاء الله لقيام الساعه. وكلمه اخيره نختم بها، شنو تقول للناس سواء بعض المواطنين سواء من الجزائر او من تونس ووسائل التواصل الاجتماعي اللي ساعه ساعه يبثوا هكا البلبله وبعض الفتنه، يستغلوا مثلا الماتشوات نتاع الكوره ولا شويه هكا حاجات او اشكاليات، ويحاولوا انهم يعملوا فتنه بين الناس هذوما بين الوطنين هذوما، شنو جوابهم؟ هذيك يعني نحكي لك يعني هو حماس كروي وفي الصطاد، يعني الحماس هذا يجيب وقت بركه عنده مده، لكن تبقى فتره سب وشتم متبادل بين الطرفين، وهذه الكارثه. تبقى فتره مصح تجي حاجه يعني اللي تنحي الفتره ذيك، تمحى هذيك الفتره، ومجرد يعني كيما نقولوا نرفزه. هاياك تشوف احنا ذيك النهار لعبنا ماتش بيننا وبين مصر تاع درمان، كانت بيننا علاقات وانا قلت خلاص ومن بعد يعني علاقات مصريين خاوتنا واعز الاصدقاء والتوانسه اعز الاصدقاء، لعبنا ماتش معهم وخرجنا نورمال، وعادت العلاقات طيبه وعلاقات طيبه. وهنا هنا في تونس بلادنا والتوانسه بلادهم الجزائر، واحنا خيان ونورمال عادي جدا. لا وانت كلمتك شنو؟ بارك الله فيك، نشكركم بزاف وكما قلت لك تحية الجزائر وتحية تونس. وربي يحييكم يا خويا، مرحبا بكم، مشكورين.